الطلاق يعني زي كأنها وصمة عار، انت مش من حقك انك تطلق. ازاي افتح كتاب عن العلاقات؟ ما خليش الحب معلق على شرط. لا انا اوت مش هكمل في العلاقه دي. انا ليه اعيش في حاجه انا مش سعيد بيها؟ انا هستفاد ايه من العلاقه؟ مش حاسس بالامان في العلاقه. واحنا مش عارفين بنتعلق بيهم ليه. الطلاق بيزيد لان دلوقتي بقى فيه وعي ان هو توقف النزيف اللي بيحصل. طول الوقت بيجري وبيطارد البارتنر بتاعه. ممنوع ان انت تعيط، انت راجل. فياخد الامان من بره. ازاي هو سابني؟ لان كل ما يقرب يحس جهاز العصبي على طول يحس بتهديد. حب غير المشروط. بالظبط. هل انت بتحبيني؟ انت بتحبيني؟ شوف الناس اللي حواليك. لازم يبقى فيه مساحه حوار. ده الجيلي مان ده. هو مش عارفين نمسكه ده. بالظبط، ما بنبقاش عارفين نقفشه. انت اتأذيتي فعلا. ده بيساعد على تحرير المشاعر السيئه، فبتبقى القعده مش مريحه. انشاف شويه. يعرف يدير الاستقلاليه ازاي. ساعات بنتعلق باشياء او باشخاص واحنا مش عارفين بنتعلق بيهم ليه. واحيانا تانيين بنتعلق بنفس الاشخاص او اشخاص تانية ونبقى عارفين جدا هو ايه اللي حصل. وده برضو بيحصل مع المتابعين بتوع باش كوتش. اي حد بيتفرج على باش كوتش ممكن يكون بيتعلق بيه ومش عارف ليه، وفي ناس ثانيه تقول لك لا انا متابع باش كوتش وعارف انا متعلق ليه بيه، ويقول لك 1 2 3. حلقه النهارده بنتكلم على التعلق، وتحديدا التعلق المرتبط بالاشخاص ايا كان هو مين، سواء كان في الشغل او كان في البيت او كان في العلاقات الزوجيه. وعلشان كده كان لازم نستضيف باش كوتش متخصص في الحته دي. باش كوتش ايناس. ازيك يا كوتش؟ اهلا وسهلا. الاخبار؟ الحمد لله. مبسوط جدا ان انت معانا. ميرسي، ربنا يخليك. انا مبسوطه اكتر. وهتضيفي حاجه مختلفه باذن الله. احنا عندنا في باش كوتش مجموعه من الحلقات كانت بتتكلم عن العلاقات، وكل حد اضاف جزء بيكون الصوره الكامله. يعني لما نحطهم مع بعض هيبقى صوره واضحه. يعني انا لو حطيتهم مع بعض هلاقي كورس كامل عن العلاقات. اتكلم على الانماط التعلق، والموضوع ده ساعات في ناس عارفينه وناس مش فاهمينه، فهنمشي واحده واحده كده على ان اصلا الموضوع جاي من نظريه. فنظريه التعلق دي هي نظريه اتكونت وقائمه وبتفرق جدا مع الناس اللي بتفهم ايه هي النظريه وتاثيرها في العلاقات. لكن عندي سؤال كنت وانا بحضر الحلقه. هي هنتكلم في نظريات عن العلاقات، وفي ناس بتقول ومش مؤمنه اصلا بفكره ان انا اتعلم عن العلاقات. يعني بيقول لي العلاقات دي عباره عن تجربه شخصيه حساسه جدا. ازاي افتح كتاب عن العلاقات؟ مش منطقي. فخلينا نتكلم بس نرد على اللي بيتفرج علينا اللي مؤمن بالفكره دي. نقول له ايه؟ احنا مختلفين. مش كل الناس هتيجي تفتح كتب عن العلاقات غير لما يكون عندها إيشو او مشكله، صح ولا ايه؟ صح. طيب ده بيحصل امتى؟ لما احس ان انا محتاج ان انا اهتم بالجانب النفسي بتاعي. عندي بقى مشاكل في العلاقات طول الوقت، بتسبب لي مشاكل توتر وقلق. وقت ما انا الاقي حاجه زي كده ببتدي ادور وابحث. واحنا دلوقتي الجيل بتاعنا او الجيل الحالي كلهم بيعملوا سيرش ويدوروا ويبحثوا. ده بالنسبه لنا دلوقتي عشان السوشيال ميديا بقى سهل جدا. فطول الوقت لو احنا دورنا هنكتشف ايه المشكله موجوده فين، وبالتالي يبقى عندنا شغف او حب واهتمام ان احنا ندور على ازاي نصلح الجانب النفسي لينا. حلو. وهنقرا وهنتعلم وهنتطور. طيب ما احنا عملنا كده ونسب الطلاق زادت. عارف حضرتك وانت بتسأل السؤال في كام واحد دلوقتي اتطلقوا؟ ممكن يكونوا 7 8 10، لانه النسب بقت متفاوته. الموضوع ما عادش يعني كل يوم بيحصل طلاق. ليه؟ خليني اقول لك انه الطلاق بيزيد لان دلوقتي بقى فيه وعي. كل الناس دلوقتي بقوا بيعملوا سيرش وبقوا بيدوروا ازاي يعلوا استحقاقهم، ازاي يبقى في علاقه فيها وين وين سيتويشن، ازاي انا اكسب واللي قدامي كمان يكسب، ازاي اللي قدامي يديني دعم. بيدوروا ازاي يكونوا سعداء. فكل السيرش بيخلي ان هم يدوروا، ولما يدوروا يقدروا يجيبوا المعلومه اللي تساعدهم. لو حسوا ان العلاقه فيها ايشو وصادمه بالنسبه لهم وفي فعلا فجوه كبيره بيطلقوا. فاحنا ما قلناش زي زمان، الموضوع بقى مختلف. زمان كان الطلاق يعني زي كأنها وصمة عار، انت مش من حقك انك تطلق. لا دلوقتي ممكن نتطلق كمان شهرين مفيش مشكله. بالظبط. او كمان اسبوع عادي يعني. يعني انا خلينا نوضح للناس اللي بتتفرج علينا ان احنا دلوقتي لو انت اتعلمت نظريه التعلق في فتره الخطوبه ممكن تحمي نفسك ان انت تخش في علاقه وتتطلق او تكمل فيها غصب عنك. بالظبط. اما لو اتعلمت عن نظريه التعلق وانت بتتجوز دلوقتي، وارد جدا ان يحصل ان انت تاخد قرار
ما كنتش متوقع ان انت تاخده، ان هو توقف النزيف اللي بيحصل وتقول لا انا اوت مش هكمل في العلاقه دي. ما هو علشان جالك وعي خلاص، بقيت واعي بالمشكله فيه. انا قصدي لما احنا بنتعلم عن نظريه التعلق قبل ما نخش في علاقه غير ما بعد ما نخش في علاقه. طبعا انت بتحمي نفسك من الطلاق، لكن وارد وانت في العلاقه لا يحصل حاجه تانية. بالظبط، لان انت مش عارف ايه اللي بيحصل، بيبقى انت تايه هو ايه اللي بيحصل وليه بيحصل ده. ليه بيحصل فجوه؟ ليه انا كل ما اقرب هو يبعد؟ فانت بالنسبه لك بتبقى عامل تايه، مش عارف ايه المشكله فين. فكل ما كان الانسان اصلا عنده وعي وبيقرا وبيطور نفسه بالذات في الناحيه الصحيه والنفسيه، بيساعده جدا ان هو يتفادى فكره المشاكل والايشو اللي موجوده في العلاقه. حلو قوي. ما هي نظريه التعلق؟ نظريه التعلق دي نظريه قائمه على انه الطفل أو الإنسان وهو صغير حصل له مشاكل كتيرة من مقدمي الرعاية أو من الأب والأم. أول علاقة في حياته الأب والأم. بالظبط. ما بيبقاش لاقي المساحة الآمنة إنه يعبر فيها عن مشاعره. دايما يتقال له مثلا خليه ممنوع إن أنت تعيط، أنت راجل، كبر دماغك. ما بيبقاش فيه اهتمام بالجانب النفسي. ما بيبقاش مش بيدوله دعم ولا ثقة بالنفس. المفروض إن الأب والأم يهتموا جدا بالطفل وبصحته النفسية. ممكن يبقى الأب والأم مش مهتمين غصب عنهم عشان عندهم شغل ومش فاضيين، فبيسيبوا الطفل فترة طويلة بدون اهتمام نفسي. ممكن يكون مثلا حد من الوالدين متوفي، بيبقى فيه جانب كده ناقص عند الطفل. مهم جدا ان الانسان يهتم، او الام والاب يعني يهتموا بولادهم وهم صغيرين في الجانب النفسي، يديله ثقة بالنفس، يديله مساحة حوار آمنة يعبر فيها ويحكي اللي جواه ايه. بفكر الزرعة كل شويه بنسقيها وتكبر، تسقيها ونكبر، هي بالظبط كده الطفل. صح. ومراحل العمريه، كل صح. مرحله عمريه هو محتاج يعني اساسيات نفسيه. صح. بنأسس نفسيا بالظبط من اول ما بيتولد لحد مش عارف من كام 3 سنين تقريبا. صح. وهكذا وبعدين في مرحله كده اللي هو من اول 6-7 سنين لغايه 12 سنه، دي بيكون فيها شخصيه الطفل. مهم جدا ان هو يلاقي فيها الدعم، يلاقي فيها الاحتواء، الامان النفسي، التشجيع طبعا. والتشجيع بدون لوم ولا بدون عتاب ولا انت عدم حكم. وما ينفعش ان انا اربط بقى ان الحب المشروط ده، ما ينفعش ان انا اربط حبي ليك بان لو جبت درجات حلوه هحبك. لا، ما ينفعش. انا كده كده بحبك بعيوبك وبأخطائك، سواء أخطأت أو ما أخطأتش، بس تعالى نصلح الغلط مع بعض. لكن الحب غير المشروط. بالظبط. فما ينفعش ان انا اربط العلاقه بالحب، يعني ان لو عملت حاجه حلوه انا هحبك، لا ما ينفعش. طيب بناء على الكلام ده اتكونت انماط التعلق. كم نمط؟ احنا عندنا 4. السكيور اللي هو الامن اتاتشمنت، وهي زي امبريلا كده. هنا السكيور اتاتشمنت وهنا الانسكيور. الانسكيور تحتيه او الغير امن تحتيه 3. ايه هم ال3؟ الانكشس اتاتشمنت ده اللي هو التعلق القلق، والتجنبي الافويدنت، والتعلق اللي هو fearful avoidant. يعني 3 قصاد 1 بالظبط. حرب صعبة. الأمان. الإنسان اللي عنده سكيور ده شاف كل الحب والرعاية من وهو صغير، حاسس باستحقاقياته، عارف قيمة نفسه، واثق في نفسه، واثق في قدراته، قادر إن هو ياخد ويدي. طيب قبل ما نخش على ال3 وقبل ما نتكلم في كل واحدة بالتفصيل، تعالي بقى نتكلم على نظرية أصلا، لأن أنا معترض على حاجة. دلوقتي ليه 4؟ يعني ليه 4؟ اشمعنى مش 6؟ علشان هو ده اللي حصل على أرض الواقع. إن الإيشو اللي حصلت في العلاقات اكتشفوا وقتها إن هم 4. جايز بعد كده يكتشفوا إن هم أكتر من كده. الأبحاث يعني هم عملوا أبحاث على مجموعة صح؟ وبناء على الأبحاث دي وجدوا إن هم 4 أنماط. بالظبط كده. عشان بس الناس تبقى عارفة النظريات بتتكون منين. بالظبط. إن في ناس بتعمل أبحاث لمدة سنين على مجموعة وفئة معينة، فئات عمرية وبني آدمين من جنسيات مختلفة، عشان نطلع في التوتال إن إحنا كلنا الأغلبية بنمر كلنا بالظبط. بس عايزه اقول حاجه، احنا مختلفين. في ناس بتعيش فعلا السكيور الامان النفسي من هم اطفال، وفي ناس لا، بيحسوا انهم عندهم مشكله او ايشو في العلاقه من هم صغيرين، نمط غير امن. طب انا سامع دلوقتي واحد بيقول انا دلوقتي جينزي، انا مالي بالكلام ده، فيجي يفتح على نظريه التعلق يلاقي التاريخ بتاعها قديم جدا، فيقول لك فاكس بقى، انتوا بتهرجوا، اكيد بتهرجوا. فنرد نقول له ايه؟
بُص، هو زمان كان الموضوع مختلف طبعًا عن دلوقتي. زمان كان حتّة الطلاق دي حاجة بالنسبة لهم وصمة عار، ممنوع إن أنتِ تتطلقي، ممنوع إن أنتِ تنفصلي وده عيب. كان في سُلطة أبوية، كان في طاعة عمياء وبيسمعوا الكلام، كان في كتمان، ما كانوش بيعبّروا عن مشاعرهم. فزمان كان فعلًا يعني حتّة الطلاق كانت قليلة كمان. دلوقتي الموضوع بقى مختلف. دلوقتي موجود إيه، موجود إن الناس كلّها على الساحة، الGen Z اللي هو الجيل الحالي، التفكير السريع، العلاقة بتبقى سطحية، مش ما بيقدروش يخشوا deeply في العلاقة، بيدوّروا يعملوا search، في وعي مجتمعي كبير جدًا. فزمان طبعًا مختلف عن دلوقتي. اعتقد هم دلوقتي في الفتره دي بيفكر اللي هو انا هستفاد ايه من العلاقه، هم بالضبط كده، فكرة أنا بس زي الاول كده انا بقى ميت على العلاقه لأ، هو زمان كان في واللفلفه. استقرار، كان زمان في استقرار في العلاقة حتى لو العلاقة مش صحية. اوكي. لكن دلوقتي أنا ليه أعيش في حاجة أنا مش سعيد بيها؟ ايوه، تقدير الذات عالي. بالضبط. انا بحب نفسي. بالضبط، بيحبوا نفسهم، عندهم وعي ذاتي بنفسهم، عندهم بيعملوا search وبيقروا كتير، بيطوّروا وبينموا من درجه الاستجابه ما بين حد في الجيل اللي قبلهم او هم اتجاه نظريه التعلق مختلفه. فانا دلوقتي ممكن حد اعرف المعلومات دي بس اقول لا، مش هعمل حاجه خالص عشان بيتي او اولادي كبروا، عشان سمعتي، علشان ما بالضبط، يبقاش يتقال عليا كذا. بالضبط. رغم بقى ان في في معتقدات وقتها هي اللي معيقة، هي اللي بتخلّيهم مش قادرين ياخدوا قرار زي ده. بالظبط. طب حلو قوي كده، عشان ايه قبل ما نبدا بقى في واحده واحده بالتفصيل. انا بني ادم دلوقتي بسمع الكلام ده، بعتقد ان انا جامد وان انا ماليش دعوه بالحلاوه دي وانا سكيور. إمم. اعرف منين ان انا اصلا سكيور ولا مش سكيور؟ لمّا تبقى أنت دخلت في علاقة وفي issue، في مشكلة بتحصل مع الpartner ما هو مستمرة. المشكله ممكن تبقى منه ولا مني، ما انا مش عارف. ما هو أنت بقى وقتها بتتسأل أسئلة معيّنة، مثلًا إيه اللي أنت عايزه في العلاقة؟ إيه اللي أنت لو قرّبت بتحس بإيه؟ العلاقة أو الحب بالنسبة لك معناه إيه؟ إيه العلاقة المثالية اللي أنت بتتمناها؟ تحفه. في أسئلة كده معيّنة لمّا بتتسأل بتبتدي أنت تتنوّر عندك حِتَت معيّنة وتعرف إيه النمط اللي أنت موجود عليه. كمان في اختبارات على فكرة، في اختبار بيحدد نوع النمط اللي أنت موجود فيه، يعني اللي موجود عندك من الولادة. الدنيا اتقدمت اهو. أكيد. طيب احنا بقى ايه، اجهز بقى الاسئله الخاصه بالاربعه. أوكي. لان الموضوع كده واضح ان احنا لا في امل ان احنا نقدر نتحرك بشكل امن بعد ما اعرف انا في انهي نمط. إحنا الإنسان مرن جدًا على فكرة، يعني هو بيبقى عنده استعداد للتغيير، just إنه عرف الissue فين وبقى عنده وعي بالنمط بتاعه، سهل جدًا إن هو يتغيّر حلو قوي. ويتحوّل من نمط غير آمن لنمط آمن. جميل. ايه الاكتر نمط نحب نبدا نتكلم فيه؟ أنا باحب النمط الآمن طبعًا. طبعا. يا ريت لإن كلنا كده. لإنه نمط بيدعم الطرف اللي قدّامه، بيدّي له بيستقبل ويدّي مشاعر، بيبقى إنسان متصالح مع نَفْسه، عنده قيمة ذاتية واستحقاق عالي. الإنسان أو الpartner أصلًا لمّا يعيش مع حد آمن، هو فعلًا هيكتسب نَفْس النمط، حتى لو هو مش امن. حتى لو هو مش آمن، لإنه بيطمّنه، بيستوعبه، بيعرف إزاي يحتوي مشاعره، فبيساعده إن هو يكون إنسان آمن. ما انا كنت خايف بقى من حته ان هو يحتويه فيبقى هو اللي بيدي وجيفر، لأ، علشان التاني ما هو في حاجه. لأ، الآمن أصلًا كل حاجة عنده فيها balance، فيها توازن، اوكي. ما بيبقاش بيدّي بزيادة، ما بيبقاش عنده، ما هو القلق أصلًا هو اللي بيخلّي الإنسان يدّي بزيادة، فهو هيعمل كده ليه؟ وبعدين بيبقى داعم للطرف الآخر، بيطمّنه، بيتبادلوا مع بعض المشاعر، آمم، بيبقى عنده ثقة بالنفس، بيبقى متصالح جدًا مع العلاقة. حلو قوي. انا احب ارشح بس في الفقره دي قبل ما نخش على اللي باقي فيلم اسمه سكر مر. الفيلم ده كان فيه علاقات متعدده، يعني حوالي 8 علاقات، ثقافات مختلفه من بيئات مختلفه. ده يعني احلى تطبيق حد يتفرج عليه بعد الحلقه يشوف سكر مر، حلو يشوف جدًا. بقى مين السكيور ومين اللي مش سكيور. الinsecure. حلو. كويس جدًا. كم مرة كتبت دودو ليست يومية وعلمت على حاجتين بس من 7 حاجات، واعتقدت المشكلة كانت في الوقت وإنك مش لاحق تعمل كل حاجة. الحقيقة إن المشكلة ما كانتش في وقتك، المشكلة كانت في طاقتك. يبقى عشان تعرف مصادر طاقتك وإزاي تديرها وتستخدمها خلال اليوم، وكمان تقدر تحقق تناغم بين الحياة المهنية والشخصية،
يبقى انت محتاج تكون واحد من 8 افراد في جروب كوتشنج بريست تو بيست. لو حابب تبدا رحلتك في اداره طاقتك، سجل دلوقتي من خلال اللينك الموجود في وصف الحلقه. طيب نخش بقى على اول واحد من الناس اللي هي اللي ممكن تبقى صعبه. مم. اسمه ايه؟ الانكشس اتاتشمنت او النمط القلق، اللي هو عنده نمط قلقان طول الوقت، بيجري وبيطارد البارتنر بتاعه، بيبقى مش مرتاح على طول، سايب الدنيا كلها وفوكسنج على العلاقة بس، شاغل نفسه بالطرف الآخر وعنده غيرة شديدة جدا. هو على فكرة شخصية دراماتيك جدا، يعني عارف الحد اللي هو بتاع مشاكل هو بتاع مشاكل. يبقى انت ما ردتش عليا في الرسائل بسرعة، يبقى انت اكيد كنت معاك واحدة، انت مش عارف يعني كنت مش مهتم بيا، لا انا كان عندي عيد ميلاد وانت مش عارف ما دورتش عليا. فبتدور فين المشكلة، مع ان هو ممكن يكون انسان عادي جدا مشغول في الشغل بس، وهو فاكر عيد ميلادها وكله، بس هو بس يخلص الشغل وهيجي بالظبط. لا هي بتدور المشكلة فين وتختلقها. كمان مش بس عنده غيرة شديدة، ده عنده عدم ثقة بالنفس. انا بستمد اماني منه، عايز افرميشن. هل انت بتحبيني؟ انت بتحبيني؟ شو شويه انت بتحبيني؟ طب انت بتحبيني قد ايه؟ طب انا بالنسبه لك ايه؟ بتاخد الامان بتاعها من البارتنر. ما تقدرش تعيش وحيده، لو قعدت لوحدها شويه صغيرين تحس انها مش قادره، كانها بتموت. هي رابطه قيمتها واستحقاقها والايدنتيتي من العلاقه. وده معناها ان هو من الاول، يعني انا مرتبط ان انا لازم ابقى جنب بابا. طب بابا توفى يبقى هروح لماما، او انا قصدي ان هي من الطفوله. طبعا انا مرتبطه جدا بحد بالظبط، نشيل الشخصيه ونحط واحد تاني عشان ابقى مرتبطه بيه بالظبط. لان هو لو هو في الطفولة كانت زي ما يقولوا كده، لما بتسيب ابنك في الحضانة بيعيط ويمسك في ايدك وفي رجلك مش عايزك تمشي، هو ده اللي بيحصل. لو الطفل ده اتربى على الوضع ده، ان هو طول الوقت متمسك بمامته وباباه، ومش شخصية معتمدة على نفسها، ومش شخصية يعني واثقة في نفسها، للأسف لما بيكبر بيبقى نمط غير آمن اللي هو القلق. افتكرت تجربة من التجارب القديمة اللي اتعملت، ان كانوا حاطين الطفلين وكل طفل له ام بتاعته وبيسيبوه لوحده، فيبدأ الطفل الاول يعيط وده يعيط، فالام الاولى في الحالة الاولى تخش عليه، كل ما يعيط تخش تطبطب عليه وتحضنه، والحالة الثانية لا كانت بتسيبه. وشافوا ده عن المستقبل عامل ازاي. طبعا كانت الاختلافات قوية جدا طبعا، لان لا في واحد هيبقى كل شوية كل ما يعوز حاجة لازم يدور على حد، واحد تاني لا ابتدى يعتمد على نفسه. فاللي ما بقاش يعيط كان اول بيعيط محدش بيخش له، بدأ يدور بقى طب انا هعمل ايه، وات نيكست، العب بحاجة، انام، اي حاجة. هي عودته انه يبقى بيعتمد على نفسه وبيبقى واثق في نفسه. يعني مش رماته كده وخلاص، تديله الادوات اللي تساعده ان هو يعرف يدير الاستقلالية ازاي. التاني مهم انها تطمنه بس مش تبقى متواجده طول الوقت. يعني تديله السبيس بتاعه، تديله الحريه، تديله الثقه بالنفس، تديله الافيرميشن انه انا كده كده بحبك، مش مرتبط بحاجه معينه، مش مرتبط بفعل، مش معلق على شرط. حلو قوي. بنتعامل معاها ازاي؟ انا دلوقتي سكيور وما كنتش عارف ان اللي انا ارتبطت بيها من النوع ده، فاتجوزنا ابتدت تظهر بقى زي ما حضرتك قلت كده الحاجات اللي هي بتظهر ايه في المكالمات وفي الزيارات وفي السوشيال ميديا. وليه دول بيعلقوا عندك؟ طب انا دول ده طبيعه شغل ان انا هقابل سيدات، لا ازاي يعملوا كده ومش عارف ايه. فبالتالي انا عايز اتعامل مع الموقف ده. بص، هو لو راحوا المتخصص مثلا بيعملوا لهم زي حاجه اسمها EFT اللي هو ايموشنال فوكسنج ثيرابي. اوكي. ايموشنال فوكسنج ثيرابي ده عباره عن ايه؟ ده بيعمل لهم اختبارات معينه، وفي نفس الوقت بيقربوا وجهات النظر لبعض. بيقعدوا مع الاثنين بارتنر ويشوفوا الاثنين ايه المشكله عندهم فين، ويبتدوا يعملوا لهم تقريب لوجهه النظر، ويعرفوا بقى خلاص كل واحد فيهم بقى اوير بالنمط بتاعه. حلو. فاكره حد جالك قبل كده في الموضوع ده؟ في كتير جدا جولي، وبيبقوا بنات صغيرة وفي علاقات ما بتبقاش كمان أحسن حاجة، وبيبقى عندهم نمط تعلق. بتجيني البنت منهارة جدا ومتأثرة جدا إنها إزاي هو سابني،
انا بصراحه بعمل حاجه اسمها سيلف ايمج او سيلف ستيم، بعلي استحقاقها وقيمتها الذاتيه، وبنعمل ده تكنيك معين كده علشان يساعدها انها تحب نفسها وانها تشوف نفسها بصوره مريحه، حابه نفسها وقادره تعلي استحقاقها. كمان بنعمل حاجه اسمها IEMT، ده بيساعد على تحرير المشاعر السيئه القديمه من الطفوله، فبتبتدي تتصالح مع نفسها. كي ووردز انت عماله تقوليها دلوقتي، كله دلوقتي جين زي بقى، انت قلتي بيعمل ريسيرش كويس، هيستخدم كل الحاجات دي، فيعني اتمنى لهم كل خير ان شاء الله. قبل ما نروح للنمط التاني، انا بقى بصي انا مغرم افلام، وبحب جدا الافلام المصريه بتطلع الكلاكيع والعقد اللي موجوده في الدنيا واحنا بنعيشها يعني مع البني ادمين، فبعمل ريفليكشن على طول على الافلام. حلو. فزي ما قلنا فيلم، نبدا بايه؟ نخش فيلم تاني. الفيلم ده اسمه بضع ساعات من يوم ما، برضو علاقات متعدده بطرق مختلفه عشان نعمل ايه؟ ريفليكشن على اللي احنا بنتعلمه. اعتقد الريفليكشن ده انا اصلا بعتبره ان هو اسلوب من اسلوب التعلم. يعني انت قلت لي معلومات تقيله كبيره، طب ايه بقى؟ فين بقى الكلام ده؟ فاول حاجه شوف الناس اللي حواليك، ممكن يكون حد من اصدقائك او صديقاتك فيها حاجه كده فتعمل ريفليكشن. طب مفيش حد حواليا، ممكن نشوف عن طريق الايه؟ الافلام. فده كان الفيلم التاني. حلو. نخش بقى على النمط اللي انت عايزه تقوليه او تتكلم عنه. النمط التاني اسمه avoidant attachment، اللي هو التجنبي. هو عايز مساحة، هو مش متصالح مع المشاعر ولا مع الآخر، هو مش معترف أصلا بمشاعره، هو عنده كده حتة إنه اعتمادية، أنا معتمد على نفسي، أنا معتمد على نفسي ومتصالح مع نفسي ومش عايز أي حاجة تانية. اتربى على إنه بيكتم عياطه، بيكبر دماغه، مش قادر يعبر عن المشاعر وكان بيكبتها. فلما كبر حس ان هو معتمد على نفسه وهو كويس جدا، انا بخير وانتي خليكي بس بعيده عني، طول ما انتي بعيده انا بخير. هو مهم عنده جدا يبقى فيه مساحه او مسافه distance بينه وبين البارتنر، لان كل ما يقرب يحس جهاز العصبي على طول يحس بتهديد. عايزه تسيطر عليا، عايزه تفرض عليها وجهه نظرها، عايزه تتحكم فيا. بالظبط. فهو ما بيبقاش يعني حتى كمان حته الدعم ما بيقدرش يقدمه، لان هو شايف ان حياته كلها وشغله بره اهم، اخر حاجه عنده العلاقه، اهم حاجه عنده شغله وحياته والدنيا كلها، وبعدين العلاقه دي اخر حاجه، ولا بيستقبل دعم ولا بيقدم دعم. بالظبط. فتلاقيه avoidant، متجنب، بعيد دايما عن العلاقه. فاللي بيبقى معاه، وخلي بالك من حاجه غريبه جدا من الابحاث برضو، لقوا ان دايما الانكشس بيتقرب او بيتجوز الافويدنت، سبحان الله. يعني هي تفضل تجري او هو يفضل يجري وراه وهو يبعد، فبيخدموا على بعض بالظبط، كانهم يعني الاثنين بيجذبوا بعض. طب انا عندي سؤال، ممكن مع الوقت والسنين والتغيير بتاع الحياه والريتم الحياه يغيروا الادوار؟ طبعا هم بياخدوا من بعض على فكره. يعني ممكن ابقى انا قلوق وهي تجنبيه، بالذات لو مثلا يعني هي سابت الحد، كانت في علاقه فعلا وسابت الحد ده، حصل انفصال، سبحان الله بتيجي تاخد قرار اللي كان هو واخده ده، بتبتدي تتطبع بيه وتاخده في العلاقه اللي بعد كده. يعني لو هو مثلا افويدنت تبقى هي افويدنت وتبتدي تتعامل بالنمط ده مع علاقه تانية جديده. حلو. نتعامل مع ده ازاي برضه؟ ان هي تبقى عارفه قبل ما تخش في علاقه الاول، هي المفروض تتعافى، تبقى عارفه الايشو كان سببه ايه، وتبتدي الاول تروح لحد برضه تعرف ازاي تغير من النمط ده. احنا الانسان مرن، يعني يقدر ان هو يغير، بس يبقى واعي. لو هو عارف النمط بتاعه ايه على طول هو هيغير منه. اهم حاجه كلنا محتاجينها دلوقتي اننا نفصل، بس المهم نعرف نفصل ازاي ومع مين وامتى عشان نشحن نفسنا لباقي الشهر. احنا في انر فايف هنتقابل مره كل شهر لمده 3 ساعات عشان نشحن طاقتنا ونعرف نكمل باقي الشهر. مهتم تعرف ازاي؟ ادخل على اللينك اللي موجود في وصف الحلقه. طيب قبل ما نروح للاخير، يعني جه في دماغي كده زي كوتشنج تول كده، انا بحب اكريت كوتشنج تولز كده واحنا في الحلقه، ان احنا علشان يبان اصلا النمط ده لازم نحط الشخص اللي احنا مرتبطين بيه في اختبار، او يحصل على طول اوريدي الموقف. ففي سيتويشن حصل، فنكتب السيتويشن بالتفاصيل، دخل قال كذا عمل كذا. بعد ما نحدد السيتويشن ده نخش على المرحله الثانيه. طيب السيتويشن ده حسسك بايه؟ زي ما احنا قلنا، انا حسيت بالامان والاستقرار والطمانينه، يبقى انت تمام، الراجل ده سكيور.
طب لا حسسني بالفزع، الرعب، خفت منه، قلقت منه، مش يبقى مظبوط، anxious. يبقى في حاجه غلط. طيب. انا لسه هشوف بقى ايه يعني من الثلاث انماط. بعد كده نخش نشوف الحلقه بتاعتنا عشان يشوفوا الشرح بين الايه الانماط كلها، ويشوف هو في انهي نمط، او هل هو التجنبي او قلوق او اللي هو الثالث اللي احنا داخلين عليه. وبعد كده ناخد الاكشن اللي هو ايه، هنبدا نسال، وانا لو سالته يحصل ايه؟ هل هينفجر في وشي، ولا هيكون مسالم ايه ده، لا انا فعلا عملت كده، انت اتاذيتي فعلا، انا اثرت فيكي باللي انا عملته. فيبدا نشوف مستوى الاويرنس بتاعته، هل في مقاومه ولا هل في استجابه للتغيير، وناخد بعد كده القرار بقى. ليلة بقى القرار، لان احنا نكمل او ما نكملش، ليلة القرار احنا نشوف حد نستعين بيه زي الريليشن شيب كوتش مثلا، زيك، صح؟ ده تصور يعني جه في دماغي، ده ارتجالي، اتمنى يكون صح يعني. بس انا ممكن نعدل فيه، استفسر في حته بس. انت بتقولي هيبقى في مقاومه من مين؟ من البارتنر ولا من اللي بيعاني من الايشو؟ من من اللي عنده، مش اللي بيعاني ايشو، اللي عانى من شخص البارتنر. فانا بقول للبارتنر دلوقتي انت اذيتني بالكلام اللي انت قلته، الكلام ده مش متعود عليه، ما كانش في البيت عندي. فانا بوضح له، انت جرحتني وانت مش واخد بالك. فانا بوضح له هنا حاجه من الاثنين، لا اللي هو بيقاوم ايه يعني ده، ويستهتر بالمشاعر بتاعته، ايه يعني ده بالمشاعر بتاعتها، ايه يعني ده فيها ايه يعني، انشاف شويه، وده ممكن يكون ردة فعل، ممكن ردة فعله وانت عايزه تجيبيها عليا وقلب الترابيزه، انت اصلا الغلطانه وانت اللي استفزتيني. ده ممكن يكون ردة فعل. ممكن في ردة فعل ثالثه، حقك عليا، انا ما اعرفش انا عملت كده ليه، واضح ان في حاجه انا مش عارفها، سيبيني اقعد مع نفسي. ممكن واحد تاني يقول انا اسف جدا، انا عارف ان لو ده طلع ده معناه ان انا عندي مشكله، انا كنت عارف، انا حضرت مثلا كوتشنج سيشن قبل كده مع حد وقال لي المشكله دي جايه تطلع ودي جايه من زمان، فانا اسف ان هي طلعت. فهو اصلا عنده وعي بس هو غلط، هو مش قادر يتحكم. ما هو على حسب رد الفعل، ما هي طبقات بقى بالظبط، بنعرف انت النمط بتاعك ايه. فكل رد فعل بيبين النمط. صح. لو هو انا اسف وكده زي ما انت قلت، ده امن، هو قادر يستوعب المشاعر بتاعتها، قادر يطمنها، قادر يحصل تهدئه كده بينهم، بيبقى فيه وين وين سيتويشن، يقدروا يوصلوا في النهايه لسولف ذا بروبلم. حلو. لو رد الفعل كان تجنبي او بيقفل على نفسه، او انا نازل على القهوه، بيهرب، اسكيب على طول، انا مسافر يومين ما بيديش فرصه اصلا يبقى فيه النقاش. دي حقيقه. القلق بقى بيبتدي يعمل، اصلا هو اصلا بيخلق المشكله اكبر وبيكبرها لانه دراماتيك، هو شخصيه بيدور المشكله فين وبيكبر الموضوع، لانه بيبقى عنده اصلا غيره شديده، متشبث بالعلاقه، انا مش امن من غيرك، فانت لازم تبقى انا معاك، يعني عايز احطك في الدرج، عنده حب تملك. فممكن يكبر المشكله، يعني لو الموضوع اتناقش معاه ممكن المشكله تكبر اكتر لانه ما هوش امن وحاسس بالقلق طول الوقت. حلو. الاخير هو الفير فور افويدنت، وده اللي هو الديس اورجانيزد، اللي هو مش منضبط او متلخبط، يعني شويه احبك وشويه اهرب، وده نتيجة انه هو صغير كان مصدر الامان بالنسبة له هو برضو مصدر الخوف والقلق والتوتر، اللي هو احبك اكرهك اخونك اوعدك، عارف اللي هو لا بحبك ولا قادر على بعدك. يعني شخصية طبعا صعبة جدا على فكرة، ده متقلب كده، متقلب بالظبط، بس هو مش برج جوزاء عشان بس الله اعلم. فعايزه اقول هي دي مشكلته، فدي بتبقى على فكره اصعب نمط، لانه بيميل شويه للمضطر، ان هو انت مش فاهم انت عايز ايه، انا مش فاهم يعني ممكن اقرب خلاص والدنيا كويسه وفجاه الاقيه تاني يوم مش موجود، تاني يوم ما بيردش على التليفون، فبقى مش فاهمه، عارف اللي هو بيبقى فيه غموض وانا مش فاهمه انت عايز ايه، كده ولا كده، فبيبقى طبعا في حيره شديده جدا معاه. النمط ده ما بيبقاش عنده برضو استحقاق لنفسه، بيبقى حاسس دايما ان هو متلخبط، هو بيبقى يعني بيبقى بيخلط ما بين النوعين، الافويدنت والانكشس، اللي هو التجنبي والقلق. يسموها يعني ده خليط، ضرب الاثنين في الخلاط فطلع حاجه اسوأ، يعني حاجه صعبه جدا يعني. نتعامل معاه ازاي لو انا سكيور؟ لو انت سكيور، انت
هتجذبه ليك، هتطمنه، هتتكلم معاه، يبقى في مساحة حوار، هتتكلم معاه، هتلاقي فين المشكلة، هو يبتدي يعبر، اديله مساحة انه يعبر عن نفسه، عن مشاعره، يبتدي يبقى في حوار بينكم بناء، يعني ان انتوا الاتنين تتفاهموا ايه النقط اللي محتاجينها من بعض، انت محتاج ايه ومحتاج ايه، تبتدوا تدوروا على لغة الحب بينكم. هو محتاج طبعا يطمن، لان هو مشكلته ان هو مش حاسس بالامان في العلاقة. محتاج حد يطبطب عليه يعني كده يطمن، يهديه. يبقى فيه مساحة، يبقى قادر ان هو يحس بدعم، لان السكيور اصلا بيدعم الطرف الاخر، بيدعمه، بيهتم بيه، بيهتم بمشاعره، بيهتم بالحوار معاه. يعني هو عشان عنده ثقة بالنفس، فعنده حتى الحدود كمان، بيبقى فيه حدود، بيحترم حدود الآخر. يعني الآمن ده بيساعد الطرف الآخر كبير جدا، بشكل كبير جدا. تحفة. نقلب عملي، الجزء العملي اللي بحبه، كوتشنج تول بقى، يعني ترسمها لنا كده. اوكي تمام، ماشي، اتفضل اشرحي لنا بقى انت هتعملي ايه اصلا، وبعد كده هنظهرها للناس. انا هرسم 4 دواير. اوكي، هكتب هنا الافويدنت. عارفه بقى الناس الرخمه بقى ليه مش 4 مثلثات؟ هي على فكره. ماشي. وهنا الامن، السكيور. دي جديده، دي تحط اصلا السكيور في النص. انا كنت فاكر الاربعه هم لا، اللي هم الاربعه اللي احنا شرحناهم. ما هو السكيور هنا اهو. ايوه، او الامان النفسي، الامان. ماشي، هنا الافويدنت، هنا يعني كلهم بيحتاجوا للامان. الافويدنت، وهنا يا خوفي بقى لو كان 2 يعني مفهومش امان، فياخد الامان من بره، ياخد بقى الامان من بره، حد بقى بيديله الامان بره العلاقه الامنه او العلاقه المفروض اللي هي العلاقه الشرعيه، هو بياخد الامان من بره. بالظبط، ما هو ما بيبقاش اصلا في جذب بقى، ما العلاقه هنا بيحصل فيه فجوه، اتنين مغناطيس خابطين في بعض، ففي تنافر. بالظبط كده. الانكشس والافويدنت والفيرفول. يبقى خلينا بالترجمه بنتكلم على القلق، التجنبي والقلوق والقلق، او القلق. والتاني اللي هو اسمه بالعربي الفيرفول، اللي هو نقدر نقول ماشي، المتخبط. يس. والرابع بقى الاخير الجميل بقى اللي هو سكيور بقى. هنا انا خليني اقول حاجه، هنا انا عايزه اقول الامان، يعني هم كلهم كلهم محتاجين الامان. بالظبط كده، ماشي، هم كلهم بيدوروا على الامان. الامن ده اصلا كده كده هو عنده الامان، فهو مطمن. دول بقى ال3 دول كلهم بيبحثوا عن حاجه واحده، هي الامان. ايوه، فده الشكل بتاعها. خلينا نقول هنا الامن. حلو. انا اكمل على الموضوع الجميل ده. طبعا بقى لازم اوديها كده والناس ما بتشوفش وشي وتشوف ده، عشان انت تعمل بوز وتتفرج على الحته دي بتركيز. احنا ممكن نضيف هنا حاجه حلوه جدا، ان نعمل ريفليكشن على علاقاتنا بقى، علاقاتنا في البيت وعلاقاتنا في الشغل وعلاقاتنا في كل حاجه. ممكن نكتب اسماء الشخصيات، فنقول لا انا في حد عندي في الشغل لا بيصنف ان هو قلوق، في حد في الشغل عنده تجنبي. انا عايز كده يعني ان الشخص ممكن يبقى عنده اكتر من نوع في العلاقه، يعني هو هي ممكن تبقى بحسب الامان وتجنبيه مع البارتنر. دي جديده دي. وحسب الامان مع اهلها، ممكن تبقى 2 في 1 بالظبط، على حسب الشخص ده او النوع العلاقه بتاعتي معاها عامله ازاي. يعني انا ممكن ابقى امنه مع اهلي جدا، وللاسف مع البارتنر افويدنت او تجنبيه. فده بيحصل، انت بيبقى عندك اكتر من نمط في العلاقات المختلفه. كويس ان احنا بس نخرج بره الاطار بتاع العلاقات الزوجيه او العلاقات اللي هي الحميميه، لان في علاقات الشغل. احنا برضو ده بنحطه، بنعمل اسقاط على علاقات الشغل، يحصل نفس الموضوع برضو. صح. بالظبط. خليني اقول لك حاجه، العلاقه في الشغل اصعب نمط هو ايه؟ الفيرفول الاخير. ليه بقى؟ لان ده ما بيبقاش مفهوم، هو انت عاوز ايه؟ ده الجيلي مان ده. هو مش عارفين نمسكه ده. بالظبط، لو حاجه ما عجبتوش في الشغل بينسحب، بيهرب، قفل موبايله فجاه.
ما بنبقاش عارفين هو بيفكر ازاي، ما بنبقاش عارفين نقفشه ايه المشكله عندك. فده بيبقى محير جدا، وبيبقى على فكره مزعج للغايه، مع ان هو عنده امكانيات ابداعيه خارقه لو حس بالامان. طيب خلينا نتكلم على قصه واقعيه حصلت، او ممكن يكون انت قابلتيها او انت كانت موجوده ككلاينت عندك، عشان نعمل بقى ريفليكشن على اللي حصل ده. اتعاملت معاه ازاي؟ كان جالك بايه؟ واحد او واحده؟ كان جاي لي كلاينت، الكلاينت دي كانت في علاقة مش أحسن حاجة، كانت غير آمنة بالنسبة لها، وكانت منهارة جدا. وكانت لما قعدت معاها عملنا كوتش سيشن، لقيت إنها ما عندهاش استحقاق لذاتها، عندها صورتها الذاتية صغيرة جدا. فبدأنا نشتغل مع بعض إزاي تحب نفسها، إزاي نعمل سيلف استيم بتكنيكس كتيرة مع بعض. بدأت هي فعلا تحب نفسها، بدأت إنها ما تبقاش فوكسنج على العلاقة وسايبة حياتها، لا بدأت تدور إزاي تهتم بنفسها، تهتم بحياتها، تهتم بشغلها، ومن هنا تقدر تختار علاقة آمنة بالنسبة لها. فالموضوع فعلا جميل جدا، والفيدباك كان أكثر من رائع بعد ما خلصنا سيشن. وبصراحة أنا بحس إنه كل ما الإنسان فعلا تعافى، كل ما كان أقوى نفسيا وذاتيا، وعنده استحقاق وقادر إن هو يختار بشكل صحي. تحفه. طب احنا نروح بقى دلوقتي انا ممكن اكون يعني بره مصر، او انا مش قادر اتواصل مع اي كوتش، فاحيانا انا عايز حاجه ابدا بيها. فبنقول ايه الكتاب اللي ممكن نرشحه للناس اللي عايزه تبدا تتحرك شويه في الموضوع ده؟ في كتاب حلو قوي اسمه Attachment للعالم البريطاني اسمه جون بولبي. ده جميل جدا. بيبقى الإنسان بيعرف هو إيه النمط بتاعه إيه، ويبتدي يبقى عنده الوعي، ولما يبقى عنده الوعي يقدر إن هو يتعافى ويحصل التغيير. وفي على فكرة أدوات وتطبيقات عملية جوه الكتاب يقدر إن هو فعلا ينفذها ويتعافى. حلو جدا. عايز اعمل اخر حاجه بقى فكرت فيها دلوقتي. الباش كوتش واحنا بنصور، وات اف ان العلاقه بينك وبين الكوتش، اللي هو بيني وبينك، اللي هو كانا هوست مثلا وانت ضيفه، ايه العلامات اللي كان ممكن تحصل تقول لك لا الشخص ده مش سكيور؟ لما يبقى الهوست يعمل ايه؟ بص بقى، هو علشان نعرف ان اللي قدامي دوت آمن أو غير آمن من تصرفاته. تلاقيه مثلا في فجوة بيني وبينه، بدأ يهرب، يقوم، ينسحب، بيتحرك كتير، قلقان، مش مريح، مش واثق في نفسه وهو قاعد بيتكلم. بيبتدي بقى ممكن يصدر أحكام وهو قاعد معايا مثلا، فبتبقى القعدة مش مريحة. فبفهم على طول اللي قدامي ده عنده نمط غير آمن. حلو. الإجابة دي طلعت علامات التي تؤكد أو تظهر إن الشخص ده غير آمن. كده لسه كده نكتبها دلوقتي، الناس اللي بتتفرج علينا تكتب ال5 علامات دول. والله لو طلعت قدام حد سواء كان في الشغل أو في البيت، احذر، هنا في ريد فلاج أو ريد ألارم، يعني لازم تتصرف بشكل مختلف. أوكي. طبعا مش هننسى الأمهات والآباء، لأن هم بعد ما يشوفوا ده هيعملوا كده انعكاس لحياتهم، ممكن يعرف هو كان إيه وبقى إيه، وبالتالي هيبدأ يفكر في الأولاد اللي أنا هربيهم. ازاي احمي اولادي ان هم يطلعوا من نمط من الانماط ال3 اللي هي المؤذيه؟ أول حاجة لازم يبقى فيه مساحة حوار، يعني لو هو عيط أهديه، أتكلم معاه، أستقبل مشاعره، أخليه هو كمان يعبر عن نفسه، أقول له احكي لي، بدل ما أقول له إيه الدلع اللي أنت فيه ده، بدل ما هاجمه أديله وقته وأديله مساحته وخليه يحكي. تاني حاجة أديله الاستقلالية. مش معنى إن هو غلط إن أنا أروح وأصحح له غلطه، لا، أديله وقته إن هو اللي يصحح غلطه. مخليش الحب معلق على شرط، يعني لو أنت ما جبتش درجة نهائية أنا مش هحبك، لا، أنا كده كده بحبك وبقبلك في الخطأ وفي الصواب، بس إحنا هنصحح الخطأ مع بعض. فأساعده. كمان لازم يبقى البيت مساحة آمنة، إن هو لما يحس إن هو في ضغوطات وسترس بره، يرجع البيت يحس إن هو مطمن، يحس إن هو قادر يتكلم مع أهله وهو مرتاح ومبسوط. مهم جدا إن إحنا يبقى الطفل مسموع جوه البيت، مش إن إحنا نهاجمه أو نفشله أو نقارنه بالآخرين. كل ما حس إن هو مسموع ومطمن، كل ما كان سكيور وآمن. خريطه او جايد تحفه. يعني اتمنى ان انت تكوني اتبسطتي. أنا انبسطت جدا معاكم وبشكرك جدا على اللقاء. شكرا ليكي ولوقتك ولعلمك،
ودايما بحب اختم ابص للكاميرا واقول لهم الاسئله اللي احنا المفروض يطلعوا بيها يجاوبوا عليها زي بالظبط كانهم كانوا موجودين معاكي في كوتشنج سيشن. تمام. الاسئله بتاعت النهارده بنقول اول حاجه مين الشخصيه اللي في حياتك ممكن تكون ليها نمط من الانماط الاربعه. تاني سؤال الطريقه القديمه اللي انت كنت بتتعامل معاها مع النمط ده اكتبها ووصفها هل هي كانت نافعه ولا مضره ليك. السؤال الثالث ازاي اتعامل معاه اكتب افكار يعني تخيل ايه الحاجات اللي ممكن تطلع بيها عشان او طرق كرييتيف ممكن تحاول تساعدك ان انت تتعامل مع النمط ده بشكل جديد. شكرا لكم ولوقتكم ونشوفكم في حلقة تانية من باشا كوتش. الوعي كان معلش يا كوتش ممكن نركز في النظر على محمد يعني ما نسرحش بعينينا فوق. مش بمزاجي انا عارف هي يعني على قد ما تقدر. هي اول ما بتلقط الفكرة بتثبت عينيها على دي. بالظبط. ماشي على قد ما تقدر. انا بقول لك على قد ما تقدر هحاول عشان المشاهد بس بيتشتت يعني بيبقى حاسس ان انت شايف حاجه هو مش شايفها. فاهم قصدي؟ فبيتشتت ذهنه بيفتكر في حاجة بتتفرج عليها او كده يعني. بس حاجة في الديكور. على قد ما تقدر يعني. ان الديكور هو اللي مشتتك يعني. مش عارفه براحتك تفكري على الله على الله. طب بص ابني كده لغايه ما ما تركزيش فيها ولكن على قد ما تقدر. يعني انا لما هندمج اقول لك على حاجة. انت كانك في سيشن 1 تو 1 وبتتكلمي الشخص اللي قدامك فمركزه معاه قوي وبصاله. حتى بس انا لما بفتكر على فكره هو ده اسمه انماط برضو انت اللي هو ايوه بجيب الفكره من مكان. اقول لك على حاجة كل ما